ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني قوي. النهارده بما اننا بقى خلاص المدارس احنا شغالين فيها بقالنا فتره، فانا قلت بقى ايه نعمل للولاد كده ميني بيتزا سهله، وباي حاجه عندك في البيت تقدري تعمليها ونغير لهم عشان ما يزهقوش من اللانش بوكس بتاع كل يوم. يلا بينا. هنبدأ بقى أول حاجة. معايا كوباية مية زي ما انتوا شايفين كده، الكوباية مية دي تكون دافية مش ساقعة. هحط فيها كيس خميرة فورية، جافة فورية. أنا هعمل كيلو 1 دقيق مش أكتر، فهاخد الكيس ده بس، مش محتاجة أكتر. فهفضي الكيس كده وأقلبه، وهحط عليه كمان معلقة سكر عشان يساعد على التخمير كده. ادي معلقة السكر اهي، بسم الله. ونقلب، وبعدين بقى هسيب بقى كوبايه الميه دي، هسيبها لغايه اما يعني هتخمر، فهيطلع حاجه وش كده يعني هتعلى شويه. هركن دي على جنب بقى، وهنيجي بقى للعجينه بتاعتنا. دلوقتي انا حاطه في العجان بتاعي حاطه كيلو دقيق بس. تمام، ثانيه واحده بس هرفعه كده عشان نعرف نحط بقيه المحتويات. هحط بقى شويه بقدونس كده، على شويه توابل عندي، على زعتر بقى. بسم الله. هحط كمان شوية ملح، بسم الله الرحمن الرحيم كده. هفضي بقى ايه كمان، علبتين زبادي. انا كده خلاص اوريدي فضيت علبتين زبادي، وده اختياري يعني، ممكن تعمليها بميه خالص، بس انا قلت عشان يطري العجينه شويه ويخليها طريه كده وجميل. وهقلبه على اول سرعه خالص، على سرعه هاديه. اعمل ميكس بالراحه كده على ما الخميره بتاعتي تخمر كده، واضيف على مهلنا خالص. بصوا بقى يا جماعه، انا هحط حوالي يعني ربع كوبايه زيت، ربع مش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. هفصل بقى هنا كده وهوريكم الخميره عشان هنضيف. شايفين الخميره ارتفعت ازاي؟ ده دليل ان الخميره دي ناجحه وكويسه. هضيفها دلوقتي للعجينه قبل ما تفور مني، وهقلب. ما شاء الله. وهكمل ضرب، هبدأ برضو على الهادي وتسرعي على مهل عشان الدقيق ما يطيرش في وشك. دلوقتي بقى وهي شغالة كده، هبدأ بقى بالسباتولا كده انزل الدقيق، اساعدها عشان تلف معاها. انزل الدقيق كده بالراحة، بسم الله، عشان العجينة كلها تلف مع بعضها. هبدأ بقى دلوقتي اعلي في السرعة بتاعتي عشان الدقيق يمتزج كويس قوي مع بعضه. وبعد كده هوريكم بقى هنضيف الميه واحده واحده. دلوقتي بقى هنزل بالميه واحده واحده، بسم الله، واحده واحده. مش هديكي مقدار ميه معين، لان كل دقيق وليه مقدار، فانا هنزل بيه واحده واحده. علي بقى درجه الضرب بالراحه، بسم الله. خلاص كده العجينه جهزت، وانا شلتها وحطيت مكانها كده في البتاع بتاع العجان زيت، شويه زيت، ودهنته خالص كده، ورحت حطاها. هغطيها بقى واسيبها بقى ان شاء الله تخمر، ونرجع نشوف هنعمل بيها ايه. بسم الله. خلاص خمرت ما شاء الله، جابت العجان كله ما شاء الله، تحفة. دلوقتي بقى هقسمها يعني حتت صغيرة عشان الميني بيتزا نعملها كده مع بعض. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا خلاص انا قطعتها على حجم الميني بيتزا اللي انا عايزاه. هبدأ بقى اشكلها كده، بسم الله كده بسرعة، مش هتاخد مني وقت، صغيرة هي، وما تخليهاش سمكها كبير، يعني خلي سمكها يكون مش كبير كده. هركنها بقى على جنب، وهكمل الكمية اللي عندي، وبعد كده هنستخدم الحشوات. خلاص كده دي كمية الميني بيتزا اللي انا عملتها. طبعا هي الاشكال مختلفة، يعني احنا ايدينا مش ميزان. هبتدي دلوقتي اعملها بالشوكة كده، وبعدين هحط لها بقى الصلصة بتاعتها. دلوقتي بقى انا هحط للصلصه للكميه بس اللي انا هستخدمها، مش لكل الكميه دي طبعا. والباقي هعينه في الفريزر زي ما هو كده، انا خبزته وكل حاجه،
وهعمله برضو بالشوكه زي ما انا ماشيه كده، بس مش هحط عليه اي حاجه. والصبح بقى لو هما الولاد رايحين المدارس او كده هتطلعيه من الفريزر وتحطي الحشوات وتحطيه في الفرن، في ثواني هيخلص. هبدأ بقى احط الصلصه بتاعتي على كل واحده كده واوزعها بالفرشه. دلوقتي بقى انا هعمل بطعمين، ده طبعا عشان المدارس بتاعت الولاد، فهعمل طعم جبن بس. دي دلوقتي جبنه مثلثات اي نوع بقى انت بتحبيه، انا حاطه بريزيدون. وهعمل جزء بالسوسيس، بس مش هعرف اعمل مثلا بالتونه بالحاجات اللي فيها بصل وحاجات كده ديت، او بالحاجات الاسماك دي عشان الريحه الروايح يعني. حطيت جبنه مثلثات زي ما انتوا شفتوا، هحط بقى جبنه اللي هي بتاعت بريزيدون، اللي هي بتاعت البرجر دي، عشان يبقى ميكس جبن كده لذيذ. لان البيتزا الميني بيتزا اللي انا هعملها بالجبن دي هتبقى جبن بس مش عليها حاجه. كده خلاص انا خلصت الجبن، انا بس اللي باقي ده التلاتة دول هعملهم بالسوسيس، بس انا هحط لهم الجبنه اللي هي انا قلت لكم عليها قبل كده، اللي هي البريزيدون اللي هي المربعه دي. عايزين تشوفوها اهي. تمام. هبدا اوزع بقى السوسيس، قطعته شرايح رفنطوعه كده وهبدا اوزعه. بسم الله. هبدا بقى احط موزاريلا شويه صغيرين في النص كده، وبعد كده انا هوزعها كده بحيث ان هي ما تطلعش وتقع منها، عشان ما تبوظش الصينيه، وفي نفس الوقت البيتزا اصلا صغيره، الميني بيتزا صغيره. وزعها كده. تمام كده، هي خلاص اوريدي بقت جاهزه. انا بقى دلوقتي مجهزه الفرن ومولعاه على درجه 180. مش هحطه على تحت خالص، هحطه برضو عالي شويه على الشبكه، بس عالي شويه بسيطه، ولغايه اما يستوي. وبعد كده هشغل الجريل حاجه بسيطه. انا بعد خلاص ما دخلت البيتزا بتاعتنا، الميني بيتزا بتاعتنا الفرن، جبت صينيه عندي مستطيله كده، وفرشت سنه زيت بسيطه وحطيت الطبقه اللي تحت فيها. وبعد كده بدات البس كيس واحط طبقه، والبس كيس واحط الطبقه اللي بعديها لغايه اخر طبقه اهوت، وهحطها في الفريزر. بس هلبس طبعا كيس كمان عشان ما تنشفش. هحطها في الفريزر، ووقت ما انا احب هطلع اخد الطبقه اللي انا عايزاها او العدد اللي انا عايزاه، واحط الحشوه اللي انا عايزاها واستخدمها للولاد الصبح. بس يا ريت تطلعيها قبل مروح المدارس بمثلا نص ساعه، يعني قبل ما تعمليها، قبل ما تجهزيها، اول ما تصحي من النوم، بحيث ان هي تفك شويه، يعني العجينه تفك شويه قبل ما تدخل الفرن. ما شاء الله طالعه لسه مطلعه حالا من الفرن. فانا قلت اوريها لكم بقى كده، هتبرد شويه بس هغطيها بفوطه عشان تفضل طريه. وبعد كده هجيبها لكم بقى وندوقها كده واوريها لكم. بسم الله. خلاص الميني بيتزا حطيناها في الطبق التحفه. جميله، بصوا شايفين عامله ازاي؟ طريه قوي وجميله. دي اللي بالجبن، شايفين شكلها؟ وعلى فكرة شوفوا السيركل عشوائية بس شكلها حلو والله. ودي اللي بالسوسيس. بدوق لكم بقى، يدوق ايه بقى، اللي بالسوسيس ولا بالجبن؟ هدوق اللي بالجبن. بسم الله. عايزة ادوق. عايز تدوق؟ بالراحة عشان سخنة. ليمو. لا. عجبتك؟ انت عايزني اعمل لك منها تاني؟ هتدوق تاني؟ بسم الله. خلاص كده، يعني انتوا سمعتوا رأيي ورأي ليمو. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس وتعليق حلو منكم كده. قول لهم باي باي يا ليمو. باي. نشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد وحاجة جديدة. باي.